في العاب كتير دخلت مرحله جحيم التطوير وللاسف اختفت جواها. العاب كلنا كنا مستنيينها زي لعبه ايجنت من روك ستار او لعبه بي تي من هيديو كوجيما وكونامي، ولكن على الاقل احنا عرفنا ان الالعاب دي دخلت جحيم التطوير وماتت، على عكس العاب تانية دخلت جحيم التطوير ولسه محبوسه جواها لحد دلوقتي زي بايو شوك 4 ولعبه وولفرين اللي فضلوا محبوسين جوا جحيم التطوير لمده لا تقل عن 5 سنين لحد الوقت اللي انا بسجل فيه الفيديو ده. ولكن لو انت شايف ان 5 سنين دي مده كبيره، فتعالوا نشوف اكتر 3 العاب قعدوا وخللوا جوه مرحله جحيم التطوير. في المركز الثالث معانا لعبه ديد ايلاند 2 اللي قعدت في مرحله جحيم التطوير لمده 10 سنين كاملين، لدرجه ان الاستوديوهات كانت عماله تحدفها لبعض حرفيا ومحدش فيهم كان عايز يطورها. او لعبه ديوك نيوكم فوريفر اللي معانا في المركز الثاني، اللي فضلت في جحيم التطوير من سنه 96 لسنه 2011، يعني 15 سنه كامله فضلت اللعبه دي فيهم محبوسه في جحيم التطوير. ويا ريتها لما نزلت كانت لعبه تستحق كل الانتظار ده، لا دي كانت لعبه زباله وما تتلعبش خالص. وده بقى اللي هياخدنا لوحش جحيم التطوير والفاينل بوس بتاع الالعاب المنسيه، لعبه بيوند جود ان ايفل 2 اللي لسه محبوسه في جحيم التطوير لحد دلوقتي، لدرجه ان نزل لها تريلرين اتنين، واحد في سنه 2009 بعد نزول الجزء الاول بحاجات بسيطه، والتاني في 2017 بارت ستايل جديد ومبهر، ولكن كل ده ما غيرش في الامر شيء، واللعبه محبوسه لحد يومنا ده في جحيم التطوير لمده تتخطى 17 سنه. فبصراحه يا طولة بالك يا يوبي سوفت. وعلى فكره انا عامل فيديو كامل عن جحيم التطوير او الديفلوبمنت هيل وعن اسبابه ونتائجه، وذكرنا فيها امثله كتيره جدا لالعاب دخلت المرحله دي، سواء بقى دخلت وخرجت منها او دخلت وما خرجتش او لسه محبوسه فيها لحد دلوقتي. فلو انت مهتم تقدر تتفرج على الفيديو، هسيب لك اللينك تحت، وطبعا بقى ما تنساش اللايك والسبسكرايب.